بصوا، قبل ما نبدا في اي حاجه، الفيديو ده ما فيهوش شغل ومونتاج بقى وكده. انا طالع اتكلم بس علشان اقول لكم ايه اللي حصل معايا، وفي نفس الوقت لو في يوتيوبر مثلا شاف الفيديو دوت ما يكررش غلطتي. فهو المفروض يكون فيديو بسيط كده ما فيهوش اكتر من تقطيع علشان نتكلم بس ببساطه يا جماعه. ومن غير الدخول في الدراما، انا قناتي الفتره اللي فاتت اتهكرت. يمكن انتوا ما لاحظتوش، ما فيش اي حاجه اتغيرت في القناه، ما فيش كونتنت اتمسح، ما فيش مثلا صوره للقناه اتغيرت او اي حاجه. بس دوت طبعا بفضل ربنا ان الهاكر ما كانش عنده السيطرة الكافية ان هو يغير الحاجات دي يعني. فربنا ستر معايا يعني. فخليني احكي لكم من الاول الموضوع حصل ازاي. انا كنت قاعد على الساعة حوالي 3 العصر كده مثلا، بكلم صحابي على ديسكورد عادي، ومرة واحدة النت قطع. اول لما النت قطع، انا اساسا في اليوم ده كله اصلا كنت تعبان جدا وعايز انام. فانا قلت خلاص فكك بقى من النت والحاجات ديت، وانا هروح انام وخلاص. بفتح داتا عادي على الموبايل، لقيت ايميل مبعوث من شركة معينة يعني بدون ذكر اسماء، لان هي عايزة تعمل كولابوريشن معايا. فالموضوع ده لو ما تعرفوش هو بيحصل كتيرة جدا مع معظم اليوتيوبرز او صناع المحتوى عموما يعني. بس في الاول وفي الاخر بيكون معظمه او يعني بنسبة 80 90% كده بيكون منه فيك. فانا عادي دخلت بصيت ومش عارف ايه وكده، لقيته لا، الموضوع المرة دي ان البتاع بروفيشنال اكتر. الشكل كويس وفعلا يوحي ان هو حقيقي، وكمان مبعوث من ايميل باسم الشركه ذات نفسها يعني. كل اللي انا عملته ان انا بحثت في الموضوع دوت، وكمان سالت تشات جي بي تي علشان اتاكد اكتر يعني هل هو فعلا حقيقي ولا سكام او نصب يعني. فسالت تشات جي بي تي وبحثت في الموضوع والحوارات دي، قال لي لا هو تمام وكمل في الاجراءات وكده، وممكن تكون فرصه حلوه يعني. فببساطه هما كانوا باعتين لي لينك كده، لينك اللي هو ان انا اساين ان عليه علشان ادخل معاهم يعني في الكولابوريشن وكده. دخلت على اللينك وفعلا كان دخلني على موقع كده معين معروف طبعا بموضوع الكولابوريشنز ما بين الكونتنت كريتورز والشركات والحوارات دي. ودخلت عليه، دخلت جوه الموقع سكيور جدا ما فيهوش اي حاجه. سالت تشات جي بي تي برضو، اي خطوه بعملها بسال تشات جي بي تي. فبعدها على طول قال لي في زرار كده كان مكتوب عليه جيت ستارتد، او علشان يعني تبتدي معانا تعمل ساين ان. اوكي، عملت ساين ان، فتح لي صفحه لجوجل، صفحه لجوجل ذات نفسها. اوكي، صفحه جوجل ذات نفسها اللي هو جوجل اكونت، اللي هي بتاعت الاكونتات بتاعت جوجل. ده انت المفروض تحط الايميل بتاعك والباسورد ده عشان تعمل فيريفاي، وده شيء طبيعي جدا يعني بيحصل كتير جدا في جوجل، وده احنا متعودين عليه. سالت تشات جي بي تي، قال لي فعلا هي دي الصفحه الامنه اللي هو الجوجل دوت اكونتس، ولا مش فاكر كان اسمها ايه كده. ده شيء طبيعي جدا والمفروض ان اي حد بيحصل له يعني. قال لي طبيعي وكمل ومش عارف ايه وكده. حطيت الايميل بتاعي، حطيت الباسورد، دوست فيريفاي، قال لي از ذات يو ومش عارف ايه كده. قلت له انا، وفعلا كان انا. هو ما كانش فيه يعني حد غيري يعني في البيت منطقي. فدوست يس اتس مي. كل اللي انا فاكره ساعتها ان عدى حوالي 5 دقايق من الموضوع دوت الا والاقي ايميلات كتيره جدا بتسبام ايميلات عليا بتتبعت لي، هو انت اللي بتحاول تغير كلمه مرورك؟ فانا ما غيرتش حاجه، بس قلت عادي الايميلات دي بتتبعت كتير يعني ففكك. فبعدها باقل من 30 ثانيه اتبعت لي ايميل تاني بيقول فيه ان تم ازاله كلمه المرور وتغييرها، وتم ازاله الايميل اللي بعمل بيه ريكفري لو الايميل ضاع، اللي هو اقدر ادخل على الايميل تاني، وتم ازاله رقم تليفونك من على الايميل. اول لما شفت الموضوع كده ساعتها ادركت ان انا فعلا اتهكرت. انا ما عرفتش ساعتها اتصرف ازاي بصراحه. حاولت اهدي نفسي على قد ما اقدر وللاسف ما هديتش طبعا. انا اصلا بقول لكم كنت عايز انام وكنت صايم، كانت الساعه تقريبا 4، كنا خلاص قربنا على المغرب، وفي نفس الوقت الموضوع ده حصل، فانا ايدي حرفيا كانت بتترعش. فببساطه الموضوع ما كانش سهل خالص عليا يعني ساعتها ان انا اهدي نفسي. فحاولت اهدي نفسي مع ان الموضوع كان صعب جدا، وقعدت اعمل اجراءات ان انا ارجع الحساب وكده. للاسف كلها باءت بالفشل، والهاكر بقى حرفيا عنده سيطرة كاملة على كل حاجة عندي. كل اللي انا عملته ساعتها ان انا رنيت على واحد صاحبي، وبصراحة ما قصرش معايا خالص يعني. شاوت اوت لعبده، فكلمني وقال لي ابعت الايميل طيب والاخر باسورد وكده. وحاولنا نعمل واحدة واحدة نحاول نرجع اي حاجه من الحاجات دي، وللاسف كلها برضو بقت بالفشل. كلمت واحد صاحبي تاني برضو ما قصرش معايا خالص يعني في الموضوع دوت، فشاوت اوت تاني الكريم. برضو حاولنا نعمل كل حاجه، كلمنا كذا حد وتواصلنا مع كذا حد، لكن في اليوم ده كان حرفيا خلاص كل حاجه اختفت. دخلت ساعتها على اليوتيوب، لقيت خلاص الاكونت بتاعي اتعمل ساين اوت. فدخلت بقى علشان ابص على القناه بتاعتي كده اطمن هل فعلا اتغيرت وحطوا بثوث بقى لايلون ماسك والحاجات اللي بتحصل
مع الناس دي ولا ايه. دخلت ببص لقيت لا، كل المحتوى بتاعي موجود عادي جدا، والقناه بتكبر والقناه بتجيب فيوز وكل حاجه. فاتفاجئت بصراحه. بس قلت الحمد لله ماشي كويس، يعني انه ما لحقش يعمل فيها اي حاجه. كل اللي انا عملته ساعتها بقى ان خلاص كان المغرب جه، طلعت فطرت طبعا، ما كانش ليا نفس يعني، بس مش ده موضوعنا. بعد الفطار بقى دخلت جوه. عبد الرحمن كان عمل بوست على اكس، علشان اللي هو تويتر يعني، ومنشن فيه يوتيوب تيم او تيم يوتيوب، علشان نرجع القناه وكده يعني. ردوا عليه والحوارات دي كلها، بس ما كانش فيه حاجه جت بفايده يعني. اوقات بيردوا مره واحده وما بيردوش تاني وحاجات كده. فانا بحثت ساعتها في الموضوع بقى ازاي ارجع القناه والحوارات دي كلها من هاكر او كده يعني. دخلت بصيت على فيديوهات وسالت تشات جي بي تي وكده. لقيت معظمهم مشتركين في حاجه واحده، وهي موضوع الكوميونتي بتاع اليوتيوب او المنتدى. في موقع كده معين اسمه منتدى اليوتيوب ده، بتدخل تنشر فيه بوست، واي حد من التيم هيشوفه ويرد عليك بايميل. انا كتبت بوست كتبت فيه ان حصل واحد اتنين تلاته وساعدوني وكده. ما عداش الحمد لله اكتر تقريبا من ساعتين او حاجه زي كده، ولقيت شخص من السبورت بتاع يوتيوب رد عليا وبيقول لي هنتواصل معاك ونحل لك الموضوع وكده. اتواصلوا معايا ساعتها. الموضوع خد للاسف تقريبا حوالي 9 ستيبس او 9 خطوات يعني علشان يتم، بس الحمد لله يعني كل الخطوات كلها عدت، علشان الحمد لله يعني انا صاحب القناه، يعني انا الاحق فعلا. فالحمد لله الموضوع عدى. وبعد الخطوه التاسعه على طول شركه جوجل بقى بذات نفسها بعتت لي الاكونت، وقالت لي تقدر تعمل ريكفري دلوقتي وكده. فدخلت حطيت بقى الباسورد الجديد، امنت القناه اكتر على قد ما قدرت، والقناه المفروض دلوقتي رجعت الحمد لله يعني. كنت بفكر اصور الفيديو ده اصلا قبل ما ترجع، بس ما كانش ليا نفس بصراحه خالص. ومش عارف انا هيبقى ليا نفس اصلا اعمل حاجه الفتره الجايه ولا ايه، بس هحاول يعني على قد ما اقدر. ونصيحه بقى يا جدعان في الاخر كده، لو في مثلا يوتيوبر بيتفرج او اي حاجه من الحاجات دي او اي كونتنت كريتور، امن قناتك. امن قناتك قوي يعني، اللي هو ما الاكونت بتاع قناتك ده حرفيا ما تدخلش بيه في اي حته، خليه بس لليوتيوب. وكل منصه ليك خليها باكونتها الخاص يعني، ما تربطش كلهم بحاجه واحده على قد ما تقدر يعمل كده. آم، لو عرفت تغير الباسورد كل فين وفين كده غيره. خد سكرينات شوت كتير جدا للقناه عندك، لحاجات في جوجل ادسنس لو انت فاتح الارباح. ل... خد سكرين شوت مثلا للاناليتكس بتاعتك من على يوتيوب ستوديو، اي حاجه من الحاجات دي علشان بتفيد، صدقوني والله العظيم بتفيد جدا يعني. اول فيديو انت نزلته، اخر فيديو انت نزلته، تكون حافظ الحاجات دي. واعتقد بما انك صاحب قناه، اعتقد تكون عندك كل المعلومات عن الموضوع ده يعني. وطبعا ما تغلطش غلطتي، انا عارف انها غلطه تكاد تكون ساذجه شويه، بس صدقوني يعني بلاش لينكات خالص يعني. لو حد باعت لك كولابريشن هيبقى ايميل، وايميل واضح فيه كل حاجه، ايميل باسم الشركه والحوارات دي كلها وبس. تقريبا حاجه تانية اقدر اقولها دلوقتي، الحمد لله رجعنا كله طبعا بفضل ربنا. وعشت يوم كان صعب، يوم مش يوم بس يعني، هو انا عشت تقريبا كام يوم صعبين، بس بالاخص اليوم الاول ده كان تقيل قوي عليا. ويا ريت يا جماعة أي حد كمل لغاية دلوقتي يشترك في قناة الجيمنج، علشان لو لا قدر الله حصل أي حاجة للقناة دي في أي وقت، فالقناة دي هي اللي احنا هنكمل فيها، اللي هي قناة الجيمنج. وفي الآخر خالص شكرا لأي حد سأل على الموضوع، وشكرا لكريم وعبد الرحمن إن هم برضو ساعدوني جدا في الموضوع. أتمنى برضو الموضوع ده ما يحصلش ولا ليا ولا لأي حد تاني. إن شاء الله رجعنا، وإن شاء الله نحاول نرجع المحتوى في أسرع وقت ممكن. وأعتقد بس كده. شكرا لأي حد كمل الفيديو لغاية دلوقتي، وسلام.